القرص الطرية بطعم وريحة السمنة الفلاحي مش هتبطلوا تعملوها من جمالها. وبكيلو واحد بس عملنا كمية كبيرة احسن من بره كتير. تعالوا نشوف عملت ايه. معايا كوباية ونص لبن فياهم على النار، وايدي بتستحمل درجة حرارة اللبن، يعني مجرد تدفية، واحط عليهم معلقتين خل علشان يجبن معايا ويرايب بالمنظر ده ويعمل كتل. وكده بقى انا هسيبه على جنب عشان هنعجن بيه القرص. ناحية تانية عندي كيلو دقيق، هحط عليه كوباية سمن، وفي نفس الكوباية هحط نص كوباية زيت. وهنا بقى هبدأ انزل اي حاجة في الكوباية عشان ما نهدرش حاجة، وهبدأ ابستل الدقيق بالسمنة واشربه السمن والزيت بالشكل ده لغاية ما يتشرب معايا، واحس ان الدقيق كله اتشرب واتغلف بالسمنة بالمنظر ده، كأنك بتعملي كحك كده. خلاص كله اتغلف معايا. الحالة دي هبدأ اضيف معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح والخميرة ومعلقتين سكر، وهعجن باللبن اللي انا حطيته على جنب اللي هو رايب معايا وجبن كده. ولو احتجت هزود مية عشان الم العجينة بتاعتي. حاول الم كل الجوانب، انزل بالمية شوية بشوية لغاية ما عجينة القرص تتلم معايا. وهنا كمية المية او السوائل على حسب نوع الدقيق. لما بحتاج لها مية بنزل بحاجة بسيطة خالص شوية بشوية لغاية ما العجينة تتلم معايا وتبقى بالشكل ده وملمسها ناعم طرية وحلوة. هبدأ اغطيها عشان نسيبها تخمر. وهنا بقى التركية، هسخن مية في صينية واحطها في البوتاجاز واحط العجينة، وبالشكل ده هتخمر معايا بسرعة. هنا بقى العجوة، حاطة معلقة سمنة وسمسم ومعلقة قرفة. هبدأ ادعكم مع بعض كده لغاية ما تطرى معايا وتبقى حلوة، وعمرها ما تنشف معاكي ابدا في القرص. اهي بقت كتلة واحدة وناعمة وتحفة. ضميها في المعجنات عمرها ما تنشف معاكي ابدا، تحفة. هنشوف بقى العجينة اللي خمرناها خمرت وعلت معانا. هبدأ انزلها على الرخامة واقطعها كور حسب حجم القرصة اللي انت عايزاها. بص العجينة معانا جميلة وتحفة. عايزة قرصة كبيرة قطعي الكور كبيرة، عايزاها صغيرة قطعيها على حسب ما انت عايزاها. بعد ما قطعت العجينة كور بالشكل ده نغطيها بكيس تلاجة عشان وشها ما ينشفش. يبقى اول كورة قطعناها لان دي بعد ما قطعناها ارتاحت. وطبعا دي مش كمية القرص اللي انا مقطعاها، في قرص تاني حطها على صينية ومغطياها. هنا جبت القرصة فتحتها بالشكل ده واحط فيها الحشوة، سواء عايزة تحطي ملبن او عجوة او جبن، اي حشوة انت حباها. وهقفل على الحشوة بالشكل ده من الجوانب. اتأكد ان انا قفلت على الحشوة كويس، وبعدين نحطها في السمسم وعلى الصينية. طبعا الصينية انا مش دهناها اي حاجة، وهبططها بتبطيطة بسيطة كده، ضغطة بسيطة علشان هي لسه هتخمر. كورة تاني وابدأ افردها على ايدي بالشكل ده، واحط الحشوة واقفل عليها بس، واحطها في السمسم عشان تضمني ان السمسم ما يقعش خالص من على القرصة. ممكن تحطي معلقتين عسل مع السمسم، نقلبهم ونغمس القرصة فيها، عمر السمسم ما يقع خالص من على القرصة.
وبعد ما نشكل القرص ونرصها في الصينية نسيب مسافات علشان بتخمر مرة تانية ومتمسكش في القرصة اللي جنبها. بعد ما نشكل القرص هنغطيها علشان تخمر مرة تانية. شوف شكل تاني للقرص. لو في حالة مش عايزة تحطي سمسم هنبدأ نعمل فتحات من فوق كده بالمنظر ده وكده تمام. نسيبها بردك تخمر تاني. وهنا بعد ما خمرت واكون مسخنة البوتاجاز على اعلى درجة حرارة ويكون الرف قريب من الارضية، وهسيبها تستوي لغاية ما تاخد لون من تحت ومن فوق. وده كان شكلها في الفرن اثناء التسوية. انا فتحت والسخونية طالعة على وشي بس حبيت اوريكم المنظر. وهنا خلاص استوت معانا تحفة. احاول اقطع لكم واحدة وهي سخنة. انا مش عارفة امسكها ولا تملكها خالص، سخنة. بصوا شكل وطراوة تحفة والريحة. وديت اللي احنا شكلناها من فوق بالمنظر ده وعملنا فتحات فيها. ويا رب الوصفة والطريقة تكون عجبتكم. صحة وهنا على القلب.